هي فعلا محتاجه بلطو وسماعه. يلا بينا. طيب، ورقه وقلم وابتدي ورايا. صلوا على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن علاج اسماك الزينه في الاحواض النباتيه. علاج احواض اسماك الزينه في الاحواض النباتيه موضوع محتاج تشخيص الاول، ان انت تفهم المرض، ان انت تفهم ايه المرض اللي عندك، ايه الاعراض، وهتعالج بايه. تمام. فاول حاجه ان انت لما تشوف السمكه قدامك فيها حاجه لازم تشخصها. اول حاجه عندنا بنعتمد فيها على العلاج امراض معويه داخليه وامراض ظاهريه خارجيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا سمكه فيها مش فيها في معدتها مشكله، الفضلات بتاعتها عامله الخط الابيض واللي فيه فقاقيع، ده بتبقى فيها هنا عندها السمكه هنا مشكله كبيره، او عندها مشكله معويه نتيجه طريقه اكل او طريقه تغذيه. بتعمل ايه؟ اول ما تشوف الفضلات بالمنظر ده تقوم مسوم السمكه وجايب فلاجيل. فلاجيل 500 جرام. هتجيب قرص واحد لكل 100 لتر. ركزوا يا جماعه، ورقه وقلم واكتبوا ورايا. تمام. هتجيب قرص واحد لكل 100 لتر. بص انا مخلص البتاع. هتجيب القرص ده لكل 100 لتر. هتجيب قرص وتقوم طحنه الفلاجيل بالذات. خدوا بقى الخبره. هتطحنه كويس جدا وتدوبه في شويه ميه وتنزله الحوض. الكلام ده هيتم لمده حد اقصى 6 ايام متتاليه، وكل 3 ايام تغيير 25% من الميه. اسمع الكلام ده كويس جدا. يبقى انت هتحط قرص على كل 100 لتر كل يوم لمده 6 ايام على الحد الاقصى. جميل. وكل 3 ايام هتغير 25% من الميه. لقيت السمكه مثلا في اليوم الثالث، في اليوم الثاني، في اليوم الرابع ابتدت تستجيب. تمام. بس اهم حاجه مع العلاج انت هتصوم عشان السمكه بطنها تنزل وتستريح. الطبيعي ان انت لو ما عندكش زرع المفروض ان انت هتحط ملح انجليزي، بس الكلام ده مش هينفع معانا. ده للامراض المعويه، ان انت هتستخدم فلاجيل اللي فيه الماده الخام بتاعه المتراندازول. المتراندازول دي حاجه المعويه خلصنا منها. تعالى لي بقى على الامراض الظاهريه اللي بره. ده بتبقى عباره عن 3 حاجات: انكماش ديل السمكه، ظهور نقط بيضاء، تصوف او ظهور صوف او كتل صوفيه على جسم السمكه. ال3 انواع دول، اول حاجه ضم الديل والتآكل فيها، ده اسمه سالكس. تمام. ده اسمه ده اسمه مرض سالكس. ظهور نقط بيضاء دي اسمها وايت سبوت. وظهور صوف او زي حتت صوفيه كده على الجسم السمكه ده اسمه فانجس. الثلاث انواع دول سببهم فطريات خارجيه معديه، بتيجي نتيجه ان انت نزلت السمك من درجه حراره واطيه لدرجه حراره، من درجه حراره دافيه لدرجه حراره واطيه جدا. فحصلت زي ما تقول ايه، برد لجلد الجسم، برد لجلد جسم السمك، برد لجلد جسم السمكه. تمام. فبيحصل عنه مرض من ال3 دول. فالعلاج ان شاء الله لو عملت اللي انا بقول لك عليه ده باذن الله الدنيا هتبقى تمام. اول حاجه هترفع درجه حراره الحوض لحد 29. تمام. تاني حاجه هتقفل اضاءه الحوض لمده يومين 3 الزرع يستحملك فيهم، مفيش مشكله، لان المرض بيبقى متحوصل على جسم السمكه وبينشط جدا طول ما في اضاءه. فلازم تقفل الاضاءه نهائي، والحته دي مهمه. ثالث حاجه هتجيب اي دواء بيعالج الامراض الظاهريه اللي بيعتمد على الملكايت، جرين ملكايت. جرين ملكايت انا جربته من تجربه شخصيه، مش مؤذي خالص للزرع. تمام. الجرين ملكايت بيبقى باللون ده، مش مسلين بلون. بصوا بيبقى، انا بس عشان اعيد كب، ده الجرين
ملكايت اهو، تمام، بيبقى باللون الاخضر. ده الكلام اللي انا بقوله لكم ده مش ناتج، الكلام اللي بقوله لكم ده هو ناتج عن تجارب شخصيه انا عملتها، مش كلام من وحي الخيال. تمام. يبقى انت هتعالج زي ما قلنا، هترفع درجه حراره الحوض، هتضلم الحوض، هترفع درجه حراره 29، هتضلم الحوض تضليم كامل، هتستخدم الجرين مالاكايت. وفي بعض الحالات المتطوره هتروحوا للصيدليه اي مكان صيدليه بيطريه، ودي موجوده سهله جدا. هتروح تقول له انا عاوز اوكسي تترا سايكلين، اوكسي تترا سايكلين. لا الاوكسي تترا الجرين مالاكايت ده موجود في محلات اسماك الزينه، بغض النظر عن مين هو المنتج المصري اللي بيبيعه. تمام. الاوكسي تترا سايكلين علاج سحري لاي اعراض خارجيه لجسم السمكه، اي مرض خارجي لجسم السمكه. اوكسي تترا سايكلين. الجرعه قد ايه؟ الجرعه اللي انا يعني اللي انا بمشي بيها، عارفين الاقراص المغلفه اللي بتبقى عباره عن حتتين؟ ممكن تبقى تجيب واحده مثلا من اي دواء وتفتحه وتعاير بيه، بيبقى عباره تقريبا عن جرام. القرص ده تقريبا غالبا بيبقى عباره عن جرام. هتاخد تغرف بيه من الاوكسي تتراسايكلين على حوض 100 لتر، على حوض 100 لتر، جرعه واحده. هيعمل لك الحوض هيبقى اصفر وبتاع مش عارفين، ما تقلقش، مش هيعمل حاجه للزرع نهائي، مش هيعمل اي حاجه للسمك نهائي غير ان هو هيعالج. تاني يوم هتغير 25% من ميه الحوض بالراحه، وتنزل الميه بالراحه للحوض عشان تعادل درجات الحراره. تمام. بعد ما تعادل درجات الحراره عشان ما تعملش صدمه للسمك وترجع تاني، تدي جرعه كمان من الاوكسي تترا سايكلين من العيادات البيطريه. بيتباع، انا جايبه الجرام بجنيه، يعني ال 10 جرام ب 10 جنيه، رخيص جدا. بس مهم، ووجهه نظري ان كل الكلام اللي احنا بنقول عليه دوت تعمل لك صيدليه كده على جنب لمعالجه اسماكك. تمام. نص الاوكسي تترا سايكلين يبقى بودر، عباره عن كده اهو، بيبقى بودر كده. تمام. تترا سايكلين، وعلى فكره علاج فعال جدا وقوي جدا 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 في علاج الاسماك للامراض الخارجيه. بقى لدواء ثالث اسمه فلوفير اللي لسه كنا بنتكلم عليه، فلوفير 100 جرام. ده بيعالج الديدان والقواقع اللي هو فيه الماده الخام الفلوبندزول، فلوبندزول. آه، يبقى معانا الفلوفير، او لسه كنا بنتكلم عليه، ده موجود في الصيدليه، ده موجود في الصيدليه عادي جدا. الفلوفير هتروح تقول له عايز فلوفير 100 جرام، ده بيعالج الديدان. لو انت عايز تعالج الديدان او تقتل القواقع، بس بشرط ما يكونش عندك اسماك حجمها كبير، عشان بتتعب الكبده على اللونج ران قدام. جرعتها ايه؟ جرعتها ان انت هتحط قرص واحد لحوض 100 لتر، آه، يوم ويومين لا. يوم هتحط قرص لحوض 100 لتر وتريح يومين، وبعد كده هتغير 25% من الميه من الحوض، تحط قرص تاني، وبعد كده تقعد يومين، شكرا، تغير ميه، هتلاقي القواقع كلها ماتت. الكلام ده يعالج بقى، بص اسمع عشان دي حته جامده، هتموت القواقع، هتموت كل انواع الديدان اللي موجوده في الحوض، هتموت الهيدرا، هتموت البلاناريا. ايه رايكم بقى؟ حته جامده. فاي حد عنده هيدرا، عنده بلاناريا، الفلوفرمان يخلص القصه دي. طبعا ما بيفرقش ما بين الفلوفرمان، ما بيفرقش ما بين قواقع ضاره من قواقع من نوعها ايه، اي قوقع هيخلص عليه. الماده الخام بتاعت الفلوباندزول، فلوباندزول. في دواء اخير، ده اكتشافي انا، اسمه نستاتين. تمام. نستاتين. نستاتين ده انا شايف ان هو بيعالج الفطريات اللي بتبقى ساعات بتيجي فطريات لبق السمكه. النستاتين ده بيعالجه كويس جدا. هتحط قد ايه؟ هتحط قطاره، ده بيجي فيه قطاره، هتسحب بالقطاره على حوض 100 لتر، ولا حطيت قطرتين 3 4 5 6 ولا اي حاجه. تمام. كل الادويه اللي احنا قلنا عليها دي، ما عدا
الاوكسي تتراسايكلين كلها موجوده في الصيدليه. الاوكسي تتراسايكلين موجود فقط عشان ما تدورش كتير، مش موجود في الصيدليات، موجوده عند العيادات البيطريه. وخلي بالك عشان خاطر ما يستغلكش ويديك سعر عالي. الجرام بيتباع بجنيه، يعني ال 10 جرام ب 10 جنيه. آه، الماده الخام اللي في الاوكسي تتراسايكلين هي ماده الخام التتراسايكلين او الدوكسي. التتراسايكلين او الدوكسي، تمام. دي تقريبا كده ادي واحد اتنين ثلاثة أربعة، أربع علاجات مهمة جدا هتعالج لك الحمد بإذن الله بعد مشيئة ربنا كل حاجة. أهم حاجة بقى في القصة اللي احنا اتكلمنا دي، نصيحة أخيرة: تشخيص المرض بسرعة هو أهم حاجة في العلاج. تشخيص المرض بسرعة هو أهم حاجة في العلاج. فالأربع أدوية دول مخصصين للعلاج في أحواض أسماك الزينة، سواء كانت في زرع أو ما فيش زرع. وكل الكلام ده ملوش أي أضرار نهائيا على الجمبري ولا السمك ولا الزرع نهائيا. الكلام ده بنقول لكم عن تجربة شخصية. لحد هنا تكون تجربة علاج أسماك الزينة في الأحواض النباتية انتهت. يا رب تكون استفدتوا بحاجة ووصلت لكم المعلومة بشكل جميل، وربنا يجعلها في ميزان حسناتنا ودعواتكم دايما لينا بالخير، ويا رب دايما في خير.